الخطوات اللي عملتها وربنا رزقني بالزوج الصالح. تجربتي الشخصية بكل صدق. السلام عليكم، قناة كلمة تهديك. النهاردة هكلمكم عن تجربة خاصة جدا، تجربة غيرت حياتي كلها، خلتني أفهم يعني إيه إنك تدعي ربنا من قلبك وتسيبيها عليه. هحكي لكم خطوات أنا عملتها، حاجات بسيطة جدا بس والله كان ليها تأثير فوق ما تتخيلوا. هقول لكم أنا عملت إيه، إزاي كنت بدعي، وإيه اللي حسيته، وإزاي في الآخر ربنا رزقني بزوج صالح كنت بدعي بيه سنين. أنا كنت من البنات اللي كل ما حد يتقدم لهم يحصل حاجة وتقف، مرة الأهل، مرة مش مناسب، مرة الموضوع يختفي فجأة. في يوم قعدت لوحدي وبكيت، حسيت إني تايهة جدا، وسألت نفسي إيه الحاجات اللي ناقصاني، ليه ربنا مش بيستجيب لي. وأكيد في بنات كتير قوي قعدت نفس القعدة دي، بس أنا وقتها قررت أبدأ من جديد، أبدأ بس مع ربنا. سمعت شيخ بيقول إن قراءة سورة طه على التمر بنية الزواج فيها بركة. أنا منزله لكم فيديو خاص عن الموضوع ده، وهي إنك تاكلي كل يوم لمدة 7 أيام تمر، 7 تمرات، بس بشرط تجيبي 49 تمرة، ده قبل ال7 أيام. تجيبي 49 تمرة تقري عليهم سورة طه وتنفسي فيهم، وكل يوم من ال7 أيام تاكلي على الريق 7 تمرات لغاية ما يخلصوا ال49 تمرة. بس النوى ما يترماش، النوى تاخديه في كيسة في أي حاجة، المهم يكون معاكي مطرح ما تروحي. وأنا عملت كده فعلا، وبإذن ربنا أولا، ثم الموضوع ده منكرش أبدا اللي هو ساهم في الوضع اللي أنا فيه حاليا. كنت بقراها وأنا حاسة بكل كلمة، كأني بترجى ربنا. تاني حاجة الصلاة والأذكار، بدأت أثبت صلاتي بالنوافل، وأصلي قيام الليل حتى لو ركعتين كل ليلة قبل ما أنام. كنت بقول يا رب ارزقني بالزوج الصالح الهين اللين يصب علي الحب والمودة صبا. هكتب لكم الدعاء كامل في التعليقات. وطبعا كنت بقول أذكاري بانتظام، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، ودعاء الاستخارة، حتى التسبيح ما كنتش بسيبه بعد كل صلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. تالت حاجة الصلاة الإبراهيمية، ما كنتش بسيب الصلاة الإبراهيمية أبدا في أي وقت طول اليوم، في قيام الليل خصيصا، بعد كل صلاة على قد ما بقدر، وخصوصا اللي أنا بشتغل، كل وقت بنتهز فيه الفرصة وأقول الصلاة الإبراهيمية مع الاستغفار طبعا. رابع حاجة ماء الرقية، شفت على التيك توك واليوتيوب زي ما في بنات كتير قوي شافت الموضوع ده، رقية من شيخ اسمه فهد القرني متهيألي، وطبقتها، وكنت بجددها كل 7 أيام، واخد منها واشرب طول الأسبوع، وكنت بحس براحة كبيرة قوي. خصوصا في الأول كان في أحلام مزعجة نوعا ما، بس منكرش إن بعد فترة الأحلام دي كلها راحت. خامس حاجة ختم القرآن. سمعت شيخ كان بيقول لما تبدأي قراية القرآن الكريم وانتي بتنوي ان انتي تختميه، انوي ان انتي بتختميه بنية ايه. دي تجربة فعلية حقيقية 100% بأمر الله وبفضل الله. أولا جربتها في حاجتين، أول حاجة في الشغل اللي أنا فيه حاليا، وتاني حاجة في موضوع الزواج، وربنا يعلم في الاتنين ما كنتش بخلص ختم القرآن الكريم إلا وهي بأمر الله الموضوع مجدي بنسبة 100%، وأحسن ما أنا متوقعة كمان. وانتي بتختمي القرآن الكريم قولي أنا بختم القرآن الكريم بنية الزواج، بنية الشغل، بنية الرزق. سادس حاجة في زي مية بورد
كنت برشها عليا كل يوم، على وشي، على ايدي. كنت بجيب مية نضيفة وبحط عليها قدر من ماء الورد، ما كنتش بزود قوي طبعا. كنت بقول فيه طبعا، دي انا شفتها من قناة على اليوتيوب، دي مش مني انا، عشان برضو يبقى ايه، الحق يروح لصاحبه. بيتقال اول حاجة الصلاة الابراهيمية 19 مرة على المية دي، وبعدين بقول بسم الله الرحمن الرحيم 66 مرة، وبعدين سورة الفاتحة 41 مرة، وبعدين برجع أقول الصلاة الإبراهيمية 19 مرة تاني. وكل يوم الصبح وقبل ما أنام برش بيها على وشي، وباخد منها زي بشرب منها شوية صغيرين قوي كده برضو على الريق. منكرش أبدا اللي هي فادتني، وأنصحكوا أكيد إن انتوا تجربوها. سادس حاجة وهو الدعاء اللي كنت بقوله. كنت بقول دعاء وقلتلكوا اللي أنا هكتبه في التعليقات، كنت بقوله بعد كل صلاة، كنت بقوله بنية ومن قلبي. سابع حاجة وأهم حاجة الثقة بالله. بعد فترة و... منكرش اللي أنا كنت بوقف وارجع تاني أكمل ختم قرآن وأكمل صلاة، أوقف وارجع تاني، بس كان دايما في حاجة جوايا بتقولي اطمني. الموضوع ده محصلش في يوم وليلة، بس منكرش أبدا إن أنا كل ليلة كنت بعمل الموضوع ده كان في طمأنينة غريبة كانت في قلبي، وكأن في حد بيقولي اطمني الموضوع مقضي، اصبري هي هانت. صدقوني فعلا ده اللي كان بيحصل جوايا، وده اللي كان بيصبرني. كل إنسان طيب خلوق، مش قادرة أوصف لكم، ربنا رزقني، ربنا يديمه ويديم صفاته عليا. أنا حبيت أشارككم التجربة الحقيقية دي عشان أقول لكم مفيش دعوة بتضيع، دايما كل تأخيرة فيها خيرة. المهم إننا نصلح علاقتنا بربنا، وبعديها كل حاجة هتيجي. جربوا اللي أنا عملته، بس أهم حاجة تعملوه بقلبكم وبصدق وبثقة إن ربنا مش هيردكم خائبين أبدا. يا رب كل بنت بتسمعني بدعيلك بالزوج الصالح، يا رب ارزقها بيه قريب، ارزقها بحد يحبها ويحببها فيك، ويعينها على طاعتك، ويكون سكن ليها وتكون سكن ليه. يا رب اجعل قصتها أحلى من قصتي، وأجبر بخاطرها يا رب العالمين.